السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ويلا بينا بقى راجعين بالتفريزات ان شاء الله ان شاء الله رمضان. وانا لقيت البزلة رخيصة شوية، لقيت ان الكيلو ب20، كان في حد معدي عندي كيلو ب20. فجبت ما شاء الله لا قوة الا بالله 5 كيلو. طبعا عارفين ال5 كيلو دلوقتي وزنتهم بعد ما فصصتهم لقيتهم كام؟ مش هتصدقوا، 2 كيلو 980 جرام. ويشيلوا كمان الصينية، شوفوا الصينية عاملة لها كام جرام يعني، يا دوبك 3 كيلو الا ربع. طبعا انا هنا عندي زي ما انت شايفة جميلة ومليانة وكبيرة وزي الفل وخضرة. طبعا انت بتفرزيها تجيبيها طازة على قد ما تقدري علشان تفضل معاكي طازة، ما تجيبيش بزلة دبلانة. بصي هي جميلة وخضرة ازاي، لو جبتيها دبلانة هتفرزيها دبلانة، فمش بعد كده هتلاقي فيها ولا طعم ولا هتلاقي فيها الفيتامينات اللي احنا بنحاول نحافظ عليها. واسرار هقولها لك لاول مرة تحاولي انك تحافظي عليها. اول حاجه طبعا بتجيبي البزله طازه وبتجيبيها كده مليانه وحلوه، تحاولي تفرزيها على الحاله اللي هي عليها، لان تفريزك للحاجه وهي لسه جايه غير تفريزك ليها تاني او تالت يوم، غير ان انت تقولي يا دي باظت مني هرميها لما افرزها. فطبعا كل ما بتسيبيها كل ما فيتاميناتها هتقل. طيب افرزها ازاي وافضل طريقه ازاي؟ ودي انا واخداها من دكاتره يعني للتغذيه. انا فصصتها طبعا بشطفها. انا نقع حبه هنا حلوين كده في ميه اهو، نقعتهم بقى كده في ميه علشان ان انا ابتدي انزل بيها على طول في الحله هسلقها. وبعد كده السلق بقى طريقته ايه؟ دقيقه ونص، دقيقه ونص بس في الميه. انا حاطه ميه بتغلي من غير اي اضافات، هنزلها من بعد ما الميه تغلي دقيقه ونص. هشوف كده على الساعه بتاعتي وهطلعها في ميه بارده تلج عشان توقف نموها وتفضل محتفظه بالقيمة الغذائية بتاعتها. وهبتدي افرزها في اكياس وهوريها لك بعد ما هعبيها في الكياس. بصي ما شاء الله عملتها على فكرة الكاميرا مصفراها، بس بصي لما بقرب منها خضرة ازاي، محتفظة بلونها الجميل. انا طبعا قسمتهم على كميتين كده عشان انا طبعا الاول غسلتها صفيتها حطيتها تتسلق دقيقة دقيقة ونص بالكتير، طلعتها حطيتها في مية مرتين باردة، وقفت تماما العملية. بصي حتى جامدة. بس كده هتسيبيها بقى تبرد تماما وهتحطيها في اكياس على قد استخدامك. خلصت بقى التفريز بتاعي. بصي يعني انا عملت نص كيلو، نص كيلو كيسين نص ونص، وهنا كيلو الا ربع، كيلو الا ربع. يعني عملت معايا ما شاء الله. لو كنت عايزه تمشيها انصص كانت هتعمل معاكي حوالي 5 اكياس. ممكن الكيس النص كيلو ده تعمليه مع شوربه خضار، تعمليه مع تورلي. والكيلو الا ربع هتحطي مثلا حوالي نص كيلو جزر مع بطاطسايه، وهيبقى وجبه جميله. وادي تفريز البزلة بطريقة سهلة وجميلة، وهتحطيها عندك في الديب فريزر او الفريزر هتعيش معاكي فترة. طبعا انا فرغت منها الهواء وقفلاه بالطريقة دي. وبراحتك، عايزة تحطي انتي بقى في علبة بلاستيك، عايزة تحطيه في الكياس اللي فيها سوستة. وبألف هنا وبألف شفا، وان شاء الله استنوني في تفريز الطماطم وتفريز الكرنب والتفريزات كلها. وكل سنة وانتم طيبين.